إزاي تعرف إذا كان صاحب الbusiness هينجح أو هيفشل؟ أنا من خلال احتكاكي بأصحاب business لقيت إن معظم أصحاب الbusiness الناجحين ينطبق عليهم ال3 حاجات دول. أول حاجة هم عندهم القدرة على الاستمتاع بالتحديات اللي هم بيواجهوها في الbusiness، فأي مشكلة بتحصل عنده في الbusiness بتاعه مش بتعمل له توتر، مش بتخلّيه إن هو يحس بألم، لا بالعكس هو بيكون مستمتع إن في مشكلة حصلت عنده، فيبدأ إن هو يوجد نظام ويوجد حلول عشان المشكلة دي ما تحصلش تاني، وإن هم عندهم قدرة في إن هو يوجد لنفسه سلام في وسط الألم اللي هو بيمُر بيه، زائد إن هم يكون عندهم قدرة رهيبة في إن هو يوجد لنفسه نظام داخل أي فوضى، سواء الفوضى دي الbusiness بتاعه أو برّه الbusiness. تاني حاجة الناس دي بيبقى شغلتهم إن هم يوجدوا مشاكل ويوجدوا حلول للمشاكل. تالت حاجة يكون عندهم القدرة إن هم يفصلوا مشاعرهم عن الbusiness، بمعنى إن هو قبل ما يوصل شركته لو هو برّه الشغل مَر بتجربة أو بموقف خلّيه فرحان أو زعلان أو متضايق أو غضبان أو متوتر أو متعصب، هو بيقدر يفصل الشعور ده ويتخلى عن الشعور ده بمجرد دخوله الشركة بتاعته أو المكتب بتاعه.